من بين الشهوات اللي عزيزه على قلبي غادي ندير اللحيمه ديال الراس او الراس ديال الغنمي اللي غادي نديرو بالمريقه. غنديرو بالحمص. خديت واحد البصيله وشلطتها. بالنسبه للبصله فراها كتذوب ما كتبقاش نهائيا باينه في الوصفه. غندير واحد 3 ديال الدريسات ديال الثومه. بالنسبه للراس فلقيتو كيتباع عند الكزار مشوط، زدت نقيتو وزولت له هكا ديك الشعار وغسلته مزيان واستقطرته مزيان بعد ما غسلته بالملحه. هنا درت ديك الطريفات في الكوكوط وزدت ورقات ديال الرند باش كتجي المرقه ملبيه ومعلكه. كندير زويته بلديه وكنديرها بزايد، سودانيه، قزبور يابس مدقوق، كمون، فلفله حمراء او تحميره بزايد. انا شويه السكين جبت شي حاجه قليله، شويه الابزار وشويه الخرقوم ومليحه على حسب الكميه. غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يطيب هاد اللحيمه ديال الراس او الراس. ضروري تاكدوا باللي هاد اللحيمه هادي غادي يكفيها الماء باش ما يتشوطش. غادي نديرها فوق البوطه على عافيه مهيله بحال الشمعه. خليتها تقريبا واحد 40 دقيقه حتى حسيت باللحيمه طابت وهرات. يعني اللحيمه نتوما كتشوفوا كتقلع بوحديتها. غادي نضيف الحمص اللي مفزك او مرقد ليله كامله. هذا طيب. الا كان الحمص ما طيبش فديروه غير نص ساعه من بعد ما كتشدوا على الكوكوط. درت مزيوده ورديته على عافيه مهيله كتلبى وكتقلى واحد 30 دقيقه. طاب الحمص هانتوما كتشوفوا هرا والمريقه تقلات وجات واقفه في الزويته. كيفاش غادي نقول لكم على هاد المريقه هادي كتجي معلكه ولذيذه. قولوا لي واش كيعجبكم بحال هاد الاطباق هادو بحالي؟ حتى انا كنحماق على شي حاجه سميتها الكرعين، لحم الراس. شوفوا لي هاد الطبق هذا، نتمنى يعجبكم ونتلاقى بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.